السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة معانا فراخ مشوية بتتبيلة حلوة قوي. فراخ بتتشوي على الفحم او تحطيها في الفرن، هتعجبك قوي. معايا هنا 2 فرخة متوسطة، زي ما انت عايزة، فرخة 2. والفراخ هنا بقطعها ل8 قطع، وبفتح بالسكينة بخرم في كل حتة فيها علشان التتبيلة تخش في كل حتة من الفراخ. معايا هنا فرختين متوسطين، حوالي الواحدة 1.5 كيلو. معايا ربع كوباية زيت، 2 بصلة مفرومة، 2 طماطم مضروبة، 2 عصير ليمون، كوباية زبادي، 2 فص توم. معايا ملح، فلفل اسود، روزميري، زعتر، حبهان وورق لوري مطحونين، معلقة سكر، كمون، بهارات فراخ، وعلبة زبادي كبيرة. بحط ليه هنا زبادي علشان بيكسر بروتينات اللحوم وبيخليها طرية من جوه، وبيخلي كمان التتبيلة تلزق اذا كان في لحمة او في فراخ. نزلت بالبصل وعليه الطماطم، وهنزل بالعصير الليمون، عصير الليمونتين حلوين يعني، وهنزل بكل التوابل اللي انا قلتلكوا عليها، والفصين التوم او 3، وهنزل بكوباية الزبادي الكبيرة، واخر حاجة هنزل بيها ربع كوباية الزيت، وهقلبهم كويس جدا. وهتبل بيهم الفراخ. التتبيلة دي بتبلها من بالليل، وتاني يوم ببتدي اشوي الفراخ. انا بشويها على الفحم. انتي حبيتي تحطيها على الفحم براحتك، حبيتي في صينية في الفرن مفيش مشكلة. اهم حاجة ان التتبيلة تبات من بالليل للصبح. همسك الفراخ واحط التتبيلة في كل حتة في الفرخ، وانا قايله لكم انا عامله فيها فتحات علشان التتبيلة تدخل لغاية العظم وتتبل كويس. وهيساعدني في كده زي ما قلت لكم الزبادي هيخليها جوسي معايا. فانا بحب اشويها على الفحم. الفحم بيدي طعم حلو قوي، ويودي الفراخ زي ما انتوا عارفين في حتة تانية. زي ما انتوا شايفين بحط التتبيلة جوه الفرخة تحت الجلد في كل حتة علشان تتبل معايا كويس. خلاص كده هتبل كل الفراخ معايا، وهبتدي اسيبها تبات من بالليل للصبح. وهبتدي بقى طبعا تولعي الفحم او تشويها على الشواية الكهرباء. اهم حاجة عندي التتبيلة تكون حلوة. دلوقتي الفراخ خلصتها، وهبتدي اغطيها بستريتش راب عادي او بكيس، افتحيه نصين وغطيها بيها او بغطا حلة. المهم تغطي الفراخ علشان هتبات في التلاجة ليلة كاملة. طبعا هبتدي اشويها، هشوي معاها جنبيها طماطمايه، فلفل، بصلايه، وهيكون معاكي احلى شوي. انا طبعا شويتها على الفحم في السطح، وبكون مستمتعة جدا وانا بشوي، وريحة الدخان وريحة الفحم مفيش احلى من كده. جربي التتبيلة دي وهتعجبك قوي. وبعد كده عملت جنبيها سلطة بابا غنون، طلعت حلوة قوي، مصورها برضو فيديو لوحدها ان حبيتي تعرفي الطريقة. شويت الفراخ وطلعت تحفة وطعمها جميل، والبصلة حلوة والفلفل والطماطم. يا ريت تجربي طريقة التتبيلة دي هتعجبك قوي. وكمان سلطة بابا غنون كانت تحفة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس، واستنوني فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.